السلام عليكم، الله يعطيكم العافية. بكلمكم عن القحمان التاجي وطريقة زراعته وجمع بذوره. زراعته سهلة وانتشاره سريع جدا، وإذا حصل سقي وحصل سماد يوصل ارتفاعه إلى 2 متر بس. يعني هذا ما شاء الله مزهر بشكل كبير، ولحد الحين قاعد يزهر. يعني عندكم هذه لحد الحين ما فتحت أصلا، شوفوا هذا لحد الحين ما فتح، هذا جاهز. بنفس الوقت هذه انتهت، فهي تستمر لبداية الحر. يعني يقول يمكن توصل ل5 ميلادي بالنسبة حق جونا في الكويت. طبعا يقبل عليها النحل والفراش بشكل كبير. يعني هني شوف فراشة، هذه قبل شوية شوف نحل. فالحين أبريكم طريقته. طبعا المكان هذا أنا زارع عشان أجمع بذور، زارع بعد بين الشتلة والثانية شبر. الموجود عندي لونين، عندي الأصفر كامل والأصفر بأبيض هذا. وترى ما شاء الله إذا واحدة قعدت المكان بروحها تعطي نمو كبير. فأقول لكم إذا زرعناها بشكل مفرد، يعني كل واحدة الحال ما شاء الله. شوفوا هذه كاملة، هذه كلها من ساق واحد. شوفوا الساق هني، هذه وحدة. شوفوا ما شاء الله الكثافة والتزهير. بس تصلح حق الزراعة في الممرات، تصلح في الزوايا، تصلح بأماكن واجد. بس طريقة زراعتي هذه حق جمع البذور. يعني مثل ما انتم شايفين، في قاعد يطيح أصلا، قاعد يتوزع، وصلوا طول كبير ما شاء الله، وقاموا يميلون. فالطريقة الصحيحة اللي أنت تختارها هي الطريقة الصحيحة. تبيها مجاميع نفس هذه، تبيها بزوايا، تبيها ممرات، تبيها مفرقة، اللي تشوفه يناسبك ازرعه. يعني شوف ما شاء الله، هاي تقريبا طولي. وكان في وحدة هنا اتوقع مالت وصلت 2 متر، وصل نموها بشكل مو طبيعي، حصلت الماي والسماد. يعني شوف هذه ما شاء الله هني مايلة، بعكس اللي ما يجيها ماي واجد، او ما يجيها سقي، ما يجيها سماد، تختلف. هذا المكان هذا كله سقي وسماد. بريكم اللي طلع على المطر، اما هذا اللي طلع على المطر. طبعا المكان هني الارض غير صالحة للزراعة تقريبا، سبب انها قتش، والسنة هذه اساسا ما جانا مطر واجد. فهذا اللي تشوفونه هو طلع على المطر. شوفوا الحجم، يعني شوفوا الزهرة ايش كبرها. يعني هذه اكبر وحدة هني طالعة، وفي اللي ما زهر بعد يبي يزهر. طبعا هو سريع الانتشار. شوف هذا كله ما زهر. الحين بوريكم عاد طريقة جمع البذور. طبعا طريقة جمع البذور سهلة جدا. يعني هذه الوردة بداياتها، هذه هني بدأت تذبل شوي، هني بداية زاد الذبول، هني انتهت. ندور وحدة ناشفة عشان نجمع منها البذور. يعني عندكم مثلا هذه اللي فوق، هذا مو بذر، شايفين هذا بقايا الزهرة، لكن اللي داخل هو البذر. يعني شوف الطريقة هذه كله هو البذور. شوف الكمية هذه ما شاء الله كلها من زهرة واحدة، يعني وكان طايح منها أساسا. فهذه كل واحدة بذرة وتطلع لك شجيرة زهور. يعني فطريقة سهلة جدا جدا. تجمع البذور هذه، تزرعها مع بداية الموسم السنة الجاية، وكل واحدة عاد تشوف تطلع لك شجرة كاملة. فهذه ما شاء الله المكان هذا السنة الجاية ما أعتقد يحتاج نثر بذور، لأن هذه ناثرة بذورها وهذه ناثرة بذورها. فالبذور الموجودة في الأرض هني كميات كبيرة ما شاء الله. بشوف لكم زهرة ثانية أجمع منها البذر بعد. يعني عندكم هذه بعد، هذه قاطة بذورها. هو كل ما صار ناشف صار أفضل. طريقة حفظ البذور سهلة جدا.
بأي كيس يكون كرتون أفضل عشان ما يكون فيه رطوبة. أنا مثلا لو تشلع هذه وياها، هذه يكون فيها رطوبة، نسبة رطوبة، فتسبب عفن للبذور. المهم ان المكان يكون جيد التهوية وبعيد عن الرطوبة، أموره طيبة إن شاء الله. تقدر تزرعها سنة بعد سنة، وكل مرة تنتشر أكثر. يعني حاليا لو أتمشى في المزرعة هني راح أشوف ورد بكل مكان بسبب بذور النبتة هذه. نبتة جميلة جدا جدا، الأقحوان التاجي. الله يعطيكم العافية.